تفتكر الغزال الصغير ده كان يقدر يخرج من ورا السور العالي ده؟ قبلها بلحظات امه دخلته المكان، وبعدها قفزت فوق السور بسهوله وسابته لوحده الناحيه الثانيه. جنب السور الضخم ده الغزال الصغير كان شكله ضعيف جدا. في البدايه الموضوع كان باين مستحيل، اتوتر وفضل يجري يمين وشمال يدور على اي فتحه يهرب منها لكن مفيش. ومع كده امه ما سابتوش ابدا، فضلت واقفه قريب منه من الناحيه الثانيه تراقبه وتهديه كانها بتقول له اهدى وفكر. الموضوع ما كانش انها تجبره ينط زيها، الموضوع كان اكبر من كده، كانت بتحاول تعلمه ازاي يحل مشاكله بنفسه. الغزال الصغير ما استسلمش، كل مره يفشل فيها كان يحاول تاني. ولما امه شافت اصراره وقربت منه وطبعت عليه لمسه حنان بسيطه، اللمسه دي كانت كافيه انها تهدي خوفه. وهنا بقى كل حاجه اتغيرت، بطل يجري بعشوائيه وبطل يبانك وابتدى يفكر بهدوء. بص للسور وبص لحجمه الصغير وفهم انه مش لازم يعديه بنفس الطريقه اللي امه عدت بيها. وفجاه الحل جه في دماغه، وطى راسه ولقى فتحه صغيره تحت السور وعدى منها بسهوله. وفي لحظه رجع لحضن امه من تاني، وده اللي مخلي اللحظه دي مؤثره جدا. الام الحقيقيه مش دايما بتحل كل مشكله لابنها، اوقات اكبر حب ممكن تقدمه انك تفضل قريب تطمنه وتسيبه يكتشف قوته بنفسه. الاحتواء الحقيقي مش انك تمنع السقوط، الاحتواء الحقيقي انك تدي اللي قدامك ثقه يقوم لوحده.